السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مش هيبقى فلوج خالص، ده هيبقى فيديو، يعتبر فيديو تعليمي. هشارك معاكم أكبر درس أنا اتعلمته وأكبر درس أنا شغال عليه الفترة ديت، لأن أنا فعلا عايز أعالج المشكلة ديت، لأنها مشكلة كبيرة عندي. وهي حتة إن اللي بيخش جوه عقلك أكتر من اللي بيخرج من بره عقلك، أو بيقلل الأكشن، أو الأكشن اللي أنت بتاخده قليل جدا مقارنة بالحاجات اللي بتخش لك. فالموضوع ده انا بحاول اشتغل عليه. يعني وعايز اقول كمان ان عندي انا دماغي الفترة اللي فاتت او خلال السنتين اللي فاتوا مثلا اتعرفت على ناس كتير، يعني يوتيوبر كتير، اتفرجت على ناس، على فيديوهات كتير، شفت فيديوهات كتير، خدت كورسات كتير. بس كان عندي نقطة، وهي نقطة ان انا مش بطبق الحاجة اللي انا شغال عليها. فالفيديو ده هنتكلم في المعادلة اللي لازم تكون موزونة واللي لازم نوزنها. لان لو كفة منهم رفعت، او الكفة بتاعت المدخلات رفعت اكتر من المخرجات، الدنيا هتبوظ خالص، ويبقى مش هيبقى فيه اصلا قيمة في الحاجة اللي انت بتعملها دي. ممكن يبقى فيه قيمة بعد كده، بحيث انك انت الحاجات دي هتفيدك بعد كده، لان اي حاجه انت بتتعلمها دلوقتي هتفيدك بعد كده في مرحله معينه، هتلاقيها بتلنك مع حاجه تاني. فبتبني شويه مهارات كده ان هي تخليك انت الكائن اللي بعد كده، اللي هو هيبقى جامد جدا ان شاء الله. اكبر عقبه بقى هي اللي حيلاني ناحيه النجاح ده. اعتقد هي ديت المعادله اللي انا هوريها لكم ديت، وهشاركها معاكم لسه حالي النهارده. الراجل مظبط يعني، ان شاء الله بكره هيبقى فيه البودكاست، هصور البودكاست مع احمد رحيمه. فان شاء الله الله المستعان يعني هي ديت المعادله اللي مش مظبوطه. الانبوت عندي زايد قوي، تمام، عندي زياده في الانبوت، والاوتبوت يقارب مثلا. ديت النتيجة بتاع الاوتبوت بتاعي. الانبوت فيديوهات يوتيوب، فيديوهات كتيرة، كورسات كتيرة، حاجات كتيرة قوي، فيديوهات لابو زيد، فيديوهات لناس كتير، فيديوهات لعلي محمد علي، فيديوهات انتاجية، زيادة البرودكتيفيتي بتاعتك. فيديوهات كتيرة كويسة ومفيدة، يعني هي محتواها سري وكل حاجة. بس كتر الحاجات ديت ما بتخش عقلك، وكتر ما الحاجات ديت بتخش مخك، فانت بتلقى نفسك بتتساحل في دنيا. ولان انا كمان مركب نت مؤخرا خالص، بعد ناس كتير وبعد فتره معينه، بعد فتره كبيره قوي، فحاسس ان انا متاخر قوي عن العالم اللي انا سايبه قبل كده، او انا مش في فيديوهات كتير انا ما شفتهاش، فعاوز اشوفها بقى الفتره ديت، لان انا لسه مركب نت. ف زياده الانبوت، فيديوهات يوتيوب مثلا، فيديوهات كتير، كورسات. كنت باخد كورسات كتير من غير ما اشتغل عليها. اتعلمت، خدت كورس فوتوشوب، خدت كورس سوفت سكيلز، خدت كورس في المونتاج في المورا، واتعلمت بريمير، وشفت قبل كده دافينشي برضو، وحاجات كتير، كورسات كتيرة برضو. وخدت كورسات في حاجات كتيرة، وكورس تسويق، وكورس فن الخطابة والإلقاء. تطوير الذات، شفت فيديوهات كتير بتتكلم عن تطوير الذات، وانك انت لازم تعيش تبقى غني زي بقية الناس، وانك انت لازم تبقى جامد جدا، وانك انت كده لا، لازم تطور من نفسك وتنمي من شخصيتك. الكلام ده كلته كويس، بس زيادته بتأثر عليك سلبي. سمعت بودكاست كتير، بودكاست عن الجرافيك ديزاين، وعن البيزنس، وسمعت بودكاست عن البرمجة وحاجات كتير بودكاست. وان شاء الله عامل حلقة باسامي البودكاست اللي انا كنت بتفرج عليها قبل كده، واللي انا متابعها لغاية الوقت وبسمع لها دايما. والمقابل الاوتبوت بتاعي مفيش، صفر حرفيا. حتة ان عندك الانبوت اكتر من الاوتبوت بتاعك، فانت كده لازم تعرف انك انت في خطر، وانك انت لازم تتحرك، لازم تتحرك وتعمل حاجة. وانا من وجهة نظري عملية التعلم، او عملية انك انت تكتسب مهارات، هي اكتر منها انك انت تشتغل بايدك. يعني كان في بودكاست مع ابو زيد، كان مع محمود اسماعيل، كان بيقول له انت خدت كورسات في المونتاج؟ قال له لا، ما خدتش كورسات في المونتاج، انا عملت بس بقيت اشتغل، والحاجه اللي تقف قدامي اروح اتعلمها وابحث عنها في اليوتيوب، واشتغل عليها، اللي هي تراي ان ايرور، اللي هو تجرب تشتغل، وبعدين تغلط، وبعدين تروح تتعلم الاخطاء ديت بتتصلح ازاي، وتبدا تشتغل عليها. ديت الطريقه بتاع اللي اتعلم بها محمود اسماعيل المونتاج،
وبقى جامد جدا دلوقتي، وما شاء الله مشهور جدا في المجال ده. دلوقتي عملية التعلم بالنسبة لي والمفهوم اللي انا هحاول ان انا ارسخه عندي واؤمن بيه واشتغل عليه، وهي ان انا اجرب الحاجة واشتغل عليها، وبعدين ابقى لو وقفت حاجة معايا اتعلمها. بمعنى ان انا عايز مثلا هظبط ان شاء الله اولوياتي واشوف ايه المهم عندي، وانا فعلا ظبطتها. ديت اول خطوة، ان انا ابتديت اخد اكشن، حددت اولوياتي، وهي اول حاجه الدراسه والمعهد بتاعي، وتاني حاجه اللي هي اليوتيوب، وتالت حاجه ان انا اتعلم المونتاج، وده خاص برضو ايه باليوتيوب. ورابع حاجه معايا او تالت حاجه يعتبر، لان المونتاج هو اليوتيوب برضو، تالت حاجه معايا هي تعلم الانجليزيه والترجمه. دولت برضو حته واحده، يبقى تلات حاجات. ظبطت اولوياتي كده خلاص، حددت اللي انا هشتغل عليه الفتره الجايه وهشتغل عليه جامد واللي ههتم بيه. بعد كده بقى جت خطوتي ان انا هشتغل بايدي واتكلم كتير، لان انا كنت ملخص ان انا ازاي تقرا وازاي تستمع، ولخصت الفيديوهات بتاعت الناس اللي اتكلموا في الحاجات ديت. فهبدا بقى اشتغل، هبدا اشوف الفيديوهات ديت واطبق كل حرف فيها. اشوف المونتاج، اجرب فيلمورا، انا منزل فيلمورا على الكمبيوتر، وابتدي اجرب بقى واشتغل، ولو حاجه وقفت قدامي اروح اشوفها في كورس. وهي ديت عمليه التعلم الصحيحه، ان انا اجيب الحاجه واشتغل عليها، ولو حاجه وقفت قدامي اروح اتعلمها. بس هي بالبساطه ديت. فالله المستعان، وربنا يعيننا على الحاجه ديت. ونزود الحته بتاعت الاوتبوت عن الانبوت، لان طول ما الانبوت اكتر من الاوتبوت فانت كده في خطر. وهتلقى دماغك كده في وقت معين هتلقاها هتنفجر، ولازم تلحقها وتخرج الطاقه ديت في انك انت تشتغل. اعتقد ديت اهم حاجه في الوقت ده. وديت بالنسبه لي، ممكن انت تكون لسه ما دخلتش العالم بتاع الفيديوهات، ولا انك انت اتسحلت في فيديوهات كتير وشفت فيديوهات كتير، فانت لسه مش في خطر. انما انا دلوقتي انا في خطر، وديت الخطوه اللي انا هبتدي اشتغل عليها. بس كده، نشوفكم بقى في حلقه تانية ان شاء الله. سلام. وانا معذرة بس على الصوت اللي فيه دوشة، وان في دوشة عندي، وانا اصلا ليل مع نهار كده عندي دوشة، لان انا على الشارع وحاجات خالص. فمعلش الصوت هيكون تعبان شويتين 3 4 كده. ف اسفين، مع ان الراجل يعني برضه مظبط وان شاء الله. اللهم بارك. سلام. في نقطة كمان عايز أذكرها وإن أنا نسيت أقولها، هي طريق النجاح عمره ما كان سهل. طريق النجاح دايما بيكون صعب وكله تحديات. يعني كان في بودكاست مع الدكتور رمزي عبد العزيز وأسامة الزيرو، شافه امبارح، سامه امبارح. كان جامد. كان بيقول لك النجاح اصلا عباره عن تحديات، الطريق كله تحديات. فما بينجحش الا اللي قدامه تحديات ولازم يعديها، لان الطريق صعب فعلا. واي حد بينجح ما بينجحش كده بالسهل. مفيش حاجه اسمها شهره سريعه او فلوس سريعه او منصب سريع او حاجات اللي هي رابط رابط رابط. لا، مفيش الكلام ده كليته. يعني دلوقتي النجاح لازم تدفع له ثمن، لازم مجهود يترمى فيه، لازم تحديات تواجهها، لازم مشاكل تقيلة وصعب انك انت تواجهها لازم تواجهها. النجاح عبارة عن حاجات كتير من كده. على سبيل المثال، انا النهاردة لسه حاليا لسه دلوقتي كنت بشوف اللايف اللي مع ابراهيم عادل، كان تقريبا في جامعة قنا او حاجة زي كده. كان انا قاعد معايا ورقة وقلم بسجل النقط اللي هو بيتكلم فيها. انا دخلت متأخر طبعا، بغض النظر يعني. انا قاعد عايز اخش الحمام بطريقه فظيعه، مش عارف يعني، مش راضي اقوم، مستخسر يعني، مستثقل ان انا اروح ويفوتني معلومه هنا. يعني ايه ادمان انك انت تستلهم قصص النجاح ديت، وانك انت تاخد معلومات وتكتبها، وعايز انك انت تشتغل عليها وتطور نفسك، والكلام ده كليته بقى صعب انك انت تلاقاه. بس ده بدون انك انت تشتغل وتطبق وتعمل ده كليته مفيش لا قيمة خالص. فاشتغل وتعلم وادرس وطبق، لان تعليم من غير تطبيق